ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنبتدي مع بعض تنظيفات. آه لدخول العيد كده. هنبتدي ننضف اوضه اوضه، وننضف المطبخ، وننضف يعني جزئيه جزئيه كده في الشقه مع بعض. ان شاء الله باذن الله هحاول على قد ما اقدر ان انا كل حاجه اعملها اصورها معاكم. اول حاجه انا قلت ابتدي بقى ايه بالحاجات الخفيفه. انا عندي اوضه النوم. كنت لسه نقلاها. يعني كنت مبدله اوضه الاطفال باوضه النوم. فكنت لسه نقلاها، فعامله الحيطان كلها ومنضفه كل حاجه. ويعني الحيطان بالدواليب بكل حاجه كانت لسه متنضفه. فقلت الاوضه ديت مش تاخد مني شغل كتير، يا دوبك هحتاج بس كده مسحه خفيفه. الملايه لسه مغيراها امبارح معاكم في الفيديو بتاع امبارح. غيرتها بالليل قبل ما انام. كنت عايزه الحق بقى اشغل دوره غسيل كده، بس ما لحقتش بقى، كان عندي كميه غسيل كتير قوي. قلت خلاص اغير الملايه بالمره واشغل عليها. لقيت نفسي ما لحقتش بصراحه. يعني ما لحقتش ان انا احطها، الغسيل كان كتير وما لحقتش ان انا احطها. فقلت مش مشكله، اديني غيرت الملايه. كده كده ملايه اوضه الاطفال، ملايه اوضه النوم غير بتاعه اوضه الاطفال. اوضه النوم بتبقى هاديه شويه، غير اوضه الاطفال بيقعدوا يتشقلبوا ويتنططوا ويعملوا، بيصحوا من النوم تحس ان هم اصلا كانوا بيحاربوا مع السرير. يعني تحس ان هم مطلعين مصارين السرير بره، الملاية في حتة والحاجة في حتة فايه. انما هنا يعني الدنيا هادية كده يعني. بتقومي الدنيا برضو مش متبهدلة ولا حاجة. ف كانت الملاية هي متغيرة الحمد لله. عدلت بس السرير كده وظبطته. شلت اللحاف بقى الفايبر. يعني الجو بجد بقى صعب قوي، حر قوي اليومين دول. فقلت لا، اشيل اللحاف الفايبر واجيب اللي هي الدفايه اللي هي المبطنه شويه ديت. يعني لا منها خفيفه قوي ولا منها تقيله قوي. وكمان لونها لايق مع الملايه ومع اوضه النوم وكده. فقلت لا خلاص هحط ديت. خليها يعني لايقه كده وشكلها حلو. ولو الجو برد بالليل بقى نبقى نبقى ناخد اللحاف. الملايه كانت من بالليل بقى لما غيرتها سبتها. ما لحقتش يعني ان انا اغسلها. هشيل بقى السجاده الصغيره دي. خلاص بقى انا مش هفرشها هنا. انا السجاده اللي المفروض ان انا كنت بفرشها في اوضه النوم كنت فرشها في اوضه الاطفال. الجو كان ساقع وكده وهي تقيله، فانا كنت حطها لهم عشان يحسوا بدفى وكده. فشلتها بقى وغسلتها من يومين. وحطيتها يعني تنشف وخلاص نشفت. احطها ركنها على جنب اهي. هشيلها دلوقتي واكنس الارضيه وامسح وكده، وبعد كده اروح فرشها بقى على نظافه. انا عندي اوضه النوم مش متبهدله ولا اي حاجه، بس هي فيها زي تراب. يعني ان انا بعد كل يوم بصحى مثلا بعد الملاية، بروق مثلا شوية حاجات كده من على الوش. وبخرج ما بقعدش في بقعدش في اوضه النوم. فلو فيها بقى اي كركبه، العيال اللي داخلين باي حاجه في ايديهم كل شويه. انا عندي اوضه النوم دي بالنسبه لهم ما اعرفش في يعني كل شويه اخش الاقي حد واقف قدام المرايه. اخش الاقي حد واقف بيسرح. يعني بيبصوا بينكشوا في اوضه النوم دايما. بيفتحوا درج بيدوروا على حاجه. مش عارفه عايزين يخشوا يدوروا يعني اوضه النوم دي عندي والله العظيم هم يعتبر بتاعت العيال مش بتاعتي. انا بس يعني اخرج ادخل الاقيهم فيها، اخرج ادخل الاقيهم بينكشوا في انا مش عارفه. المهم والله ربنا يهديهم بجد، ربنا يهديهم، العيال دول هيجننونا معاهم. المهم بقى هبتدي ان انا امسح كده الارضيه كنستها، واروح مسحاها ومرجعه كومودينو مكانه. انا عندي الحيطان كلها بتاعه الاوضه نظيفه ما عدا الجزئيه اللي هي في الظهر دي، اللي هي في ظهري دي. الجزئيه دي اللي هي فيها الكوبس بتاع النور وبتاع المروحه وكده، ودي في دخلة الباب. فهي الحيطه دي الوحيده اللي ممكن مثلا عايز تتلمع، مش تدعك ولا حاجه، هي بس عايز تتلمع كده بفوطه. ارش لها كده اي منظف ولا حاجه، اللي هو اللي معايا دوت حلو برضو وبيخلي الحيطان زي الفل. ارش كده بس رشه واديها تلميعه وخلاص، انما باقي الحيطان كلها نظيفه. اللمبه نظيفه، المروحه نظيفه، كل حاجه زي الفل الحمد لله. عشان كده قلت ابتدي بيها، لان انا تعبانه الفتره ديت زي ما قلت لكم، انا تعبانه جدا. فقلت حاسه ان انا مش قادره اقوم اعمل حاجه، حاسه ان انا مكسله بجد. ونفسي ان انا اقوم اتشجع واشجعكم معايا، يعني بجد نفسي ان انا اقوم اتشجع واشجعكم معايا. ممكن اقوم مثلا اتفرج على فيديو روتين كده ولا حاجه يشجعني كده ويحمسني، اقوم قايمه عامله اي حاجه. عشان كده بقول لكم اتفرجوا عليا كده وخدوا جرعه نشاط، وقوموا بقى اشتغلوا واعملوا اللي وراكم وما تكسلوش.
بصوا الشقة يعني لو انت ما عملتهاش مين اللي هيعملها؟ ولو انت ركنتيها دلوقتي ما هو انت هتعمليها. فانت حاولي على قد ما تقدري تقسمي لنفسك اليوم. اعملي هنا النهارده مثلا اعملي حاجه، بكره اعملي اليوم اللي انت لاقيه نفسك تعبانه فيه ومش قادره اعملي زي كده، خدي حاجه من اللي هي ما بتكونش متبهدله قوي وان انت عارفه ان هي مش تاخد معاكي وقت. يعني بصوا انا بس هنا ايه، كميه كراكيب، اللي هو عايزين نشيل الكمبيوتر واحنا بننقل مش عارفه ايه، طب اركنه فين بعيد عن ايد العيال، رحت حطها على التسريحه. هنا كنت جايبه الجلد بتاع حمزه بتاع التمرين. فدي اللي هي الشهاده بتاعته كده، اللي هي زي ضمان او حاجه معرفش، او هي جايه معايا معرفش هي مهمه ولا مش مهمه ولا معرفش، بس هو مبلغ فلازم ان انا احافظ على اي فتفوته تكون جايه معايا. ماشي، فقلت ايه لا خلاص خليها، رحت ركناها لما فتحت له الجلد واديتهوله وحطه في شنطه التمرين ورحت ركناها هنا. اي حاجه بجيبها اروح مديهم. بصوا يعني هنا التسريحه دي، شفت السفرة اللي في دخلة باب الشقة دايما في عند اي حد؟ انا ما عنديش سفرة. فانا اي حد بيخش، انا من النوع لما بخش من باب الشقة بروح داخلة على اوضة النوم على طول. انا باجي من بره، من السوق، من مشوار، من نادي، من اي حتة، بروح جاية من بره داخلة مغيرة هدومي في لحظتها في لحظتها. انا مش بقعد، بدخل في ثانية غير هدومي اروح داخلة على الحمام متشطفة. فانا بقى في دخلتي كده في ثواني كده على اوضه. بصوا الجاروف النون والعسل ده، قلت لفريده هاتي الجاروف بتاعك يا فريده الم بيه التسريحه، لان انا كنت مسحت الارض خلاص ومش عايزه ايه ان انا ارمي عليها اي ترابه تاني. المهم ايه، انا بخش من بره، بخش على اوضه النوم على طول، بغير هدومي على طول وبروح معلقاها واروح داخله متشطفه. فعايزه اقول لكم ان انا بخش من بره على اوضه النوم اهو هغير، عيالي بيبقوا لازقين ورايا. يعني لو انا بدخل ببقى بغير هدومي وهم واقفين، اللي قاعد جنبي على الارض، اللي طلع قاعد على السرير، اللي واقف جنبي، اللي هو بروح قايله لهم في ايه يا جماعه؟ يقولوا لي ايه يا ماما؟ اقول لهم انتوا قاعدين كده ليه؟ يقولوا لي قاعدين. ايوه قاعدين ليه؟ قاعدين يا ماما معاكي عادي. فاللي هو بصوا والله العظيم بحس ان هم ما اتفطموش اساسا يعني. اروح قايله لهم طب خشوا غيروا هدومكم، كل واحد يقوم يغير هدومه. او اكون انا اللي بره وجايه وهم مثلا قاعدين في الشقه الاقيهم يروحوا جايين داخلين ورايا فاي حد في ايده اي حاجه يعني بلاقي ايه، بصوا ده في ايده شنطه التمرين يروح حاططها لي هنا، ده كان معاه شنطه وهو داخل فيها حاجه يروح حاططها لي، اللي هو مرمين لي كل حاجه في كل حته. بصوا شهادات التقدير بتاعه الامتحانات بتاعتهم والدروس وكده، يجي جايب لي شهاده طب حطها فين عشان ما تتبهدلش ومش طب خلاص ارفعها على الرف فوق هنا. يعني اوضه النوم عشان انا مش بدخلها كتير، يا دوبك على النوم، فايه اي حاجه مثلا بقى عايزه اشيلها بعيد عن ايديهم، اداريها، اركنها دلوقتي، بروح مدخلاها جوه. وهم نفس الكلام يروحوا مدخلينها لي، ماما احنا حاطينها لك على التسريحه، ماما انا حاطط لك الحاجه على الكومودينو، ماما انا حاطط لك الحاجه على السرير. فتبصوا تلاقوا الاوضه دي مليانه كركبه، بس هي نظيفه، انما مليانه كراكيب وحاجات. والله العظيم بصوا انا يعني بكتئب من الكراكيب. انا من النوع اللي ما بحبش الكراكيب خالص، اي حاجه برمي 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 برمي. لدرجه في حاجات فعلا جوزي بيقعد يقول لي عليها ما ترميهاش، وبعد ما برميها يجي نحتاجها، يقول لي اقول له ما هي طب ما بقالها سنتين تلاتة ما احتاجناهاش. يقول لي طب انا قلت لك ما ترميها، اقول له والله وانا بروق لقيتها ملهاش لازمه. اللي هو فعلا انا برمي اي حاجه، ما مش بحب الكركبه. ولو في حاجه مركونه بيبقى هو اللي قايل لي لا سيبيها، لا خليها، لا دي هتتعمل، لا دي هعمل بيها حاجه. فاهمين؟ فايه الاوضه دي شايله بلاوي. المهم الرفين اللي على جنب دول اللي انا بحط فيهم حاجتي كلها. انا من ساعة بقى ما جبت اطفال وكده وابتدى النكش والفرك ويلعبوا بالحاجة ويعملوا، وانا عملت الرفين اللي على جنب دول جنب التسريحة، جنب التسريحة بالظبط اكني حطاهم على التسريحة، بس عاليين بعيد عن ايد العيال. فبصوا ده اللي هو الصن بلوك حلو جدا جدا ورخيص. والتاني ده برضو اللي هو البوباي حلو جدا بس مشكلة البوباي ان هو بيغمق. يعني مثلا انا هو درجة واحدة، هو عامل زي اسمه ايه اللي بتحط على البشرة اللي هو اللي بتحط يوحد لون البشرة ده، قبل ما تحطي المكياج. مش فاكرة يا جماعة والله اسمه ايه. آه مش فاكرة خالص بجد. المهم ان هو ايه ده عامل زيه، ف درجته اغمق من درجة البشرة بتاعتي، يعني الدرجة بتاعته اغمق من درجتي. فالمهم دي مشكلته يعني، انما هو حلو بصراحة، ولما بحطه بيبقى جميل مع الشمس وكده. التاني ده حلو
يعني ده صن بلوك حلو بقى، يعني اللي هو تحطيه وتنزلي. والله العظيم فعلا فعلا فرق. انا قعدت مثلا سنتين ولا حاجة، كنت بقعد اقول لي صن بلوك ايه وبتاع ايه ومش هيعمل لي حاجة ومفيش نوع حلو ومفيش نوع مش عارفة ايه، والانواع الحلوة غالية وكده، وما كنتش بجيب. كنت بنزل رايحة جاية بيهم التمارين في الشمس، قعدت سنتين كاملين. بجد 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 باجي فترة الصيف دي انا ببقى فعليا بعيط من بشرتي. الجزئية بتاعة الخدود بالمناخير دي، كل دي بتبقى عندي محروقة، ومببقاش مستحملة اي حاجة تلمسها، وببقى مش قادرة لدرجة العياط، واقعد اسأل على كريمات واجيب حاجات للحروق، ان الشمس بجد بتبوظ لي بشرتي. يعني انا مش بحط اللي هو عشان ما اسمرش ما اغمقش مش عارف، لا لا، انا بحطه لان انا بشرتي بجد بتبوظ. اللي هو الاصفر ده، آه زوموا عليه كده وخدوه سكرين، بجد ده كان رخيص. يعني انا كنت ساعتها عايزه اجيب حاجه وانا طالعه المصيف، وكنت عايزاها تكون ايه مش غاليه بصراحه، ما كانتش عامله حسابي وما كانش معايا ايه فلوس بزياده وكده، وكنت عايزه حاجه تمشي يعني. جبته. بصراحه والله العظيم انا ما حسيت ان انا لا طلعت مصيف ولا شفت الشمس اساسا. يعني ما شاء الله، بصوا كميه الكركبه، بصوا كل ده بقى ايه. هشوف اللي ليه لازمه واللي ملوش لازمه، واشوف الرفايع دي احطها في علب كده صغنطوطه، وايه واحطها. بصوا الرفين بعد ما ترصوا وتنضفوا وتلمعوا، بصوا بقى زي الفل ازاي. بجد بصوا يعني، حطوا لي لايك بقى يا جماعه، حطوا لي لايك بجد. الرفين دول من الارفف، من اكتر الحاجات اللي بتعذبني في اوضه النوم، اكتر حاجه بتعذبني يعني بجد. بحبش بقى اقعد انزل واطلع وانزل ولما واحط واشيل بيزهقوني. وفي حاجات كتير، رفايع كتير، واقلام كحل بقى وحاجات وعلب دبابيس ومع الحاجات دي كلها بقى بتزهقني. فحطوا لي لايك كده على التشجيع الحلوه اللي انا قمت عملتها النهارده ديت، وانا صايمه وانا صايمه ايوه وانا صايمه يا جماعه، احنا في رمضان صح؟ ايوه وانا صايمه. انا مالي العيا مخليني مش حاسه بنفسي. وبعدين عشان بسجل لكم دلوقتي بالليل، فقلت صايمه ازاي؟ ده انا فتره مش صايمه، لا. ايوه انا عملت الفيديو ده الصبح وانا صايمه، بسجل لكم عليه بالليل وانا مش صايمه بعد ما فطرنا خلاص. بصوا الاوضه ما شاء الله هي بقت زي الفل. فرشت السجاده بتاعت اوضه النوم، بحب السجاده دي قوي قوي في اوضه النوم، لونها نفس لون الحيطان، بحبها مع الملايه دي. بصوا بحس ان الاوضه كده كلها لايقه على بعضها. بصوا ما شاء الله. نفسي ادهن اوضه النوم ابيض، الخشب بتاعها نفسي بجد ادهنه ابيض. يعني بصوا انا عملت المطبخ، فتح نفسي ان انا اعمل الشقه كلها ابيض، بس اعمل ايه بقى؟ جوزي مش مطوعني كده في كل حاجة. حطوا لي لايك بقى يا جماعة على الفيديو الخطير ده. ماشي. المهم هنا بقى كان عندي شوية غسيل على الحبل، وشوية غسيل في الغسالة، وشوية غسيل في ثبات الغسيل، وفي غسيل تاني عايز يتطبق. عايزه اقول لكم بصوا الغسيل ده بجد 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 بيضيع عمرنا معاه، بيضيع عمرنا مع الغسيل بجد. شيلي وحطي وانشري وطبقي واغسلي واعملي، بصوا بيضيع عمرنا في موضوع الغسيل ده. غسيل ومواعين، غسيل ومواعين، اكتر حاجتين بيزهقوا في الشقة، الغسيل والمواعين. انا بحب الترويق والترتيب والتنظيف والمسح والكنس وبحب، بص بحب الحاجات دي كلها عادي. الغسيل والمواعين عشان انا بدقق فيهم قوي وبعمل وكده، تحسوني يعني محنتفة فيهم قوي، فبزهق وبتعب منهم. يعني الغسيل بحب اقعد ارص، وبالاطوال والطويل قوي ورا والاقصر قدام فاهماني؟ فالحاجات دي بقى من كتر ما بتعمليها بتحسي ان انتي بتتشلي. بس مش عارفه اعمل غير كده، يعني ما اعرفش ان هو انا اعمل مثلا ان انا افتح الشباك، اروح واخده اي حته غسيل تطلع في ايدي من الطبق بتاع الغسيل، انشرها في اي حته، اطلع وانشر اطلع، لا ما بعرفش. بحب لما اجي انشر ان انا يعني ارصص وارتب واعمل. فالحاجات دي بقى بتتعبني ورجلي مبقاش قادره وانا واقفه، وانا عندي المنشر عالي عليا. يعني بصوا انا طايله بالعافيه عماله اشب، يبقى اجيب كرسي وبقف عليه وبفضل انزل واتخر الكرسي. فبجد غلبة، يعني موضوع الشباك العالي ده غلبة غلبة غلبة. بيزهقني بقى في موضوع الغسيل. انما لو المنشر مش عالي كده ما بزهقش، انا بتعب من الوقفة بس على الشباك وهو عالي. ف يلا ادي اخرة الحنتفة والتدقيق.
يا جماعة ماله كده اللي هو بالبركة كده، ونعمل اي حاجة بالبركة كده. اصلا حاطة الستارة محوطة المنشر كله، عايزة اقول لكم لحد بيشوفني نشرة ازاي ولا مش يعني غسيلي ما بيبانش اساسا. انا الستاره بتاعتي طويله من لتحت، ومن الجنب من هنا ومن الجنب من هنا. يعني اصلا محدش بيشوف الغسيل، مش اللي هو انا بنشره كده عشان الناس ولا حاجه، لا انا اصلا محدش شايف غسيلي. محدش بيبقى شايف غسيلي ولا شايفني وانا بنشر ولا شايف اي حاجه. الشباك بتاعي محوط محوط من كل الجهات. المهم كده كنت شلت بقى الغسيل خلاص. بحاول دلوقتي عشان انا بصور ان انا انجز وانشر على طول، واخد كده واطلع واحاول ان انا انشر. عايزه اقول لكم بعد ما نشرت جزئيه الغسيل دي معاكم، رجعت وقفت الفيديو وقعدت انقض واقول لا انا حاسه ان الدنيا كده مش مظبوطه، والدنيا مين زي كده بجد في موضوع الغسيل ده وموضوع المواعين. كوبايات، بلاستيكات، الاطباق، بس قول المواعين ممكن في ناس كتير بتعمل كده، يعني ايه بتاخد الحاجه حاجه وكده. بس موضوع الغسيل ده بجد، والغوامق الناحيه دي والفواتح الناحيه دي، ومش يعني انا لدرجة انا كنت عاملة المنشر من الناحية التانية ده غوامق بس، المنشر دوت فواتح بس. بس بقالي فترة بصراحة ماشية على نظام ان انا اغسل يعني اول باول، يعني اخلي كل يوم في غسيل بيتغسل. فما بقيتش ايه ان انا اكون غوامق كتيرة قوي وفواتح كتيرة قوي. بقيت ايه اللي هو بيبقى نص الحبل ده غوامق ونص الحبل فواتح. بس مين زي كده؟ قولولي كده في الكومنتات مين بيعمل زيي. ومين سايبها كده بالبركة وبيقف ينشر وما بيكملش 5 دقايق وبيكون نشر وخلص كل حاجة. قولولي كده. على فكرة اسهل، يعني اسهل واريح بكتير، بس هو متعرفوش بقى هو مرض ولا هو وسواس ولا هو ايه، متعرفوش بقى في ايه. باخد وقت في النشير بصراحة، والله العظيم يعني عذاب، انا بعذب نفسي. بس في نفس الوقت مش عارفه، يعني مش عارفه ان انا اغير. يعني انا حاولت معاكم دلوقتي بحيث ان انا لما اجي انشر على طول. لا، انا لما باجي انشر بعمل الغسيل زيه زي المواعين بالظبط. بنقض البناطيل كلها على جنب، الفانيلات على جنب، البوكسرات على جنب، البناطيل الكبيره بتاعتنا انا وجوزي على جنب، يعني ولادي على جنب اللي هي القصيره، وبتاعتنا احنا الطويله على جنب. وفي كل دوت بقى بيبقى الغوامق على جنب والفواتح على جنب. والسويت شيرتات اللي هي بتبقى يعني بتتنشر مفتوحة. وبحاول اقسم بقى الاطوال وانا بنشر. يا بصوا انا متغاظه ومتضايقه قوي ان في اخضر ورا واخضر قدام واخضر على الجنب. فانا اروح ايه قافله بقى الكاميرا، ولان ايه قلت لا انا مش هطول عليهم بقى في الغسيل وافضل اجيب واودي واحط. هشيل بقى واجيب الغوامق كلها كده ورا، واروح نشر الخضر كلهم ورا بعض قدام، هو كده كده ترنج واحد ماشي. فاروح جايباهم ايه ورا بعض. وهجيب برضو اللي هو البادي ده بتاع فريدة الاخضر ده برضو، اروح جايباه قدامهم بحيث ان الايه يبقى الالوان كده لايقه ومتناسقه. مش عارفه تحسوا ان ان المنشر خارج خروجه كده مثلا وانا بطقم له. فاهمين؟ مش عارفه ازاي. بس يعني ايه عايزه اقول لكم حبه على حبه، مع اني شوفوا بقالي كام سنه ما شاء الله متجوزه. المفروض اكون خلاص بقى يئست من الموضوع دوت وبنشر اي كلام. بس مش عارفة، يعني مش عارفة هو المرحلة اللي انا تطورت فيها في موضوع النشير دوت، وبقيت خلاص بقى كده بقى وبكبر دماغي، هي حتة الشرابات ان انا كنت بنشر كل فردة بفردتها على الحبل واقعد انقط كل فرد. بس كنت انا وجوزي بس مثلا، مكنتش بنزل كتير، يعني هو بس اللي بيروح الشغل. فكانت الدنيا خفيفة. دلوقتي شراباتي وشرابات جوزي وشرابات عيالي، وبننزل كل يوم ونروح مدرسة الصبح وبعد كده دروس وبعد كده تمارين. فكمية شرابات انا عايزة اقول لكم بتبقى باسكت كبير كده مليان شرابات مليان شرابات. فبقيت بعمل ايه بقى؟ باخد الشرابات كده على رواقه كده، بروح فردها كلها جنب بعض، مش بترتيب ولا اي حاجه، بروح منعكشهم كده كلهم على بعضهم على كنبه الانتريه مثلا ولا على حاجه، واسيبهم بقى ينشفوا. اول ما ينشفوا اروح جايباهم كده في النص على السجاده في الارض كده، واروح حطاهم واقول لعيالي ايه، يلا يا جماعه تعالوا يلا ايه كل واحد يجمع شراباته. كل واحد بيقعد يجمع شراباته، كل شراب عارف فردته، عارف. لان لما بقول لحد يعمل هو الشرابات بلاقيه ملخبط في شرابات اخواته، في شراباتي. بقول لهم كل واحد يجمع شراباته. بصوا اهو هنا بقى كنت نشرت. بصوا بقى ابتديت ان انا شلت بقى، حطيت ده هنا وده هنا، وحطيت الخضر ورا بعض. يلا حطولي لايك بقى، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.